السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله كلكم بخير. وياكم حمزة العراقي ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا انا ليش كل ما اقول المقدمة لازم اقول وراها يعني هاي يعني جملتي المفضلة. طبعا حبايب قلبي، هذا الفيديو راح تطلع من عدة وعدة بطاقة اسطورية 100%. هاي رجعت لكم موضوع الثغرة بكلاش رويال على البطاقة الاسطورية، ونجحت عندي المتابعين. روح شوفوا بالتعليقات السابقة، وراح اقول لكم الشروط. يعني رجاء ان انتم نشروا هذا الفيديو على مود الناس يشوفوا اللي يلعبون كلاش رويال وراح يبطلون من عندها بسبب ما تعطيهم الشركة بطاقات اسطورية. اوكي حبايب قلبي، راح اعلمكم يعني في الفيديو جاي همين اعلمكم شلون اساسيات على مود تطلع لكم بطاقة اسطورية. هسه راح اعطيكم الشروط الاساسيات، يعني شلون تعرف وقت تطلع لك بطاقة اسطورية بالفيديو القادم عن سلسلة الحلقة مال كلاش رويال. وفيديو ورا هذا فيديو هكا، بس هسه بكلاش رويال. فيديو وين يعني متتاليين كلاش رويال، فيديو وين متتاليين هكا، بعدين كلاش رويال، بعدين ورا ذني راح ابدي بسلسلة المارد الازرق. اوكي حبيب قلبي شنو حبايب قلبي جميعا، اليوم هذا الصندوق الخشب المجاني. طبعا الاكواد القديمة غلقا اللي يسأل، هل بالفيديو الوراء قبل هذا نشرت فيها الثغرة سويت اكواد جديدة. طبعا حبايب قلبي، هذا الصندوق الخشبي قدمت الكود اللي عنده بطاقة اسطورية، يعني شارح قبل بس كود جديد انا بسويه. اللي عنده بطاقة اسطورية واللي يريد بعد سويت له كود همين للشركة. حبايب قلبي على مود تعطيهم بطاقة اسطورية. ورا يوم ما اجاني بطاقة اسطورية قلت هاي انسدت الثغرة، بس اليوم الثاني يعني ورا يومين بهذا يعني هسه يعني قبل يومين قدمت الكود. هسه بهذا الصندوق الخشبي هذا الخشبي طلع لي الايس ويزرد. حبايب قلبي طبعا ما قدرت اخذ سكرين شوت لان يعني الزر رفع الصوت وخفض الصوت يعني خربان عندي عطلان. اريد فد يوم يعني اروح اصلحه، وان شاء الله اخذ لكم سكرين شوت على اي شيء او ادلة تريدوا. هذا الايس وزرد الحبيب، يعني فرحتي انه طلع لي بطاقة اسطورية يعني ما توصف. عندي تشكيلة هنا بس كان كنت بتمني الماينر، بس كان عندي باول كود يعني ما عندي بطاقة اسطورية طلع لي سباركي. وما ادري ليش يعني المتابعين نصهم هم طلع لهم سباركي من قد ما هو الكود اللي ما عنده اسطورة. يعني ما ادري اسطورة شنو اسطوري، يعني اللي ما عنده بطاقة اسطورية ما اقدر احدد له، بس سباركي انا ما اعرف بهاي الشغلة، بس انا اعرف تطلع له بطاقة اسطورية. العفو حبايب قلبي. حبايب اللي زقت فيها هاي مال حبايب قلبي. اوكي شباب، راح ارجع على شباب. بلكي الرسالة موجودة يا ربي مال المساعدة والدعم، بلكي بعدي موجودة. لا حرامات رايحة عادي. هنا كانت فوق يم زر البحث كان عندي رسالة دازين بيها الشركة وقالوا انت يعني ما دافع ولا جوهرة، وقلت لهم انا ما عندي فلوس ادفع جواهر. يعني ما عندي فلوس ادفع جواهر. ها قالوا لي نشكرك على بذل جهدك، وصار لك حتى حددوا لي كم شهر العبها، صار لي تقريبا 7 اشهر او اكثر او اقل ما ادري نسيت. ردوا علي البارحة واليوم جابوا لي بطاقة اسطورية. اعلم من يردون عليك ورا يوم او يومين تجيك البطاقة الاسطورية، بس لازم اكو شروط للبطاقة الاسطورية. العفو حبايب قلبي. هسه نروح على الشرط الاول. اول شي لازم يكون ليفلك لو 7 لو 7 وفوق، 7 وفوق، وساحتك 6 وفوق، يعني الارينا مالتك. حتى لو انت بساحة 5 ويعني بساحة 5 انت وتلعب وتقدم، هاي ما راح تجيك، لان يقول لك انت مو لاعب قديم بالهذا بالكلاش يعني، ومو محترف باللعبة اصلا اذا انت بعدك بساحة 5، على الاقل ساحة 6. ويعني احتمال قليل يطلعوا لك البطاقات. انا ليش اقول لك البطاقة فوق ساحة 6 وفوق؟ على مود شنو هي هاي يعني متركزة
يعني اكو ناس يعني قالوا لي اكو يعني بالتعليقات كتبوا لي قدم الكود يا يطلع لي سباركي لو ما ينام. هذا لين انت فوق الساحة 6 وفوق مثلا. قالوا لي طلع لي واحد قال لي طلع لي هاي المقبرة الجديدة يعني، وما واحد قال لي طلع لي اللافا، واحد طلع لي التنين الشرير. اوكي حبايب قلبي. وانا ايش ردت متمنية؟ ردت يطلع لي لو الحطاب لو الماينر، بس الايس وزرد احط طويل سباركي. تقترحوا لي ابدل الوزرد الحلو احط مكان ايس وزرد، او ابدل مستخرج الالكسير بهاي التشكيلة. وهسه شوي وراح نلعب لا ما راح العب بالايس وزرد، اخلي غير تشكيلات على مود شنو غير تشكيلات اشيله. اوكي يا حبايب قلبي، هاي اكتفينا من شرطين، انه يكون ليفلك فوق السبعة او سرعة، وفوق السبعة راح يطلع لك ال ايش يسمونه الكارت الاسطوري، يعني نسبة نجاحه فوق هذا. والكود يكون حبايب قلبي، انا مثلا حطيت لكم بالكود القديم. اني كنت قبل ليفل 8 وطلع لي السباركي، قلت لهم انا ليفل 8. ها انتو لا لازم تغير بالكود العربي، تكتب لي فلك يعني لا تكتب 8، لان يعرفون هذا الكود مسروق يعني الكلمات هاي. تعرف الشركة لان انا اقول لكم شلون يصيرون. واحد قال لي راح اطول بالحكي على مود افهمكم انه يطلع لك 100%. واحد قال لي هواي تعليقات اكو على هذا، بس حبايب قلبي تدز لهم الرسالة للشركة. الشركة شلون يعني واحد قال لي بالتعليقات قال لي كذب، هاي مو مثل الاكواد ومال الفيسبوك لاغات، هاي بس هيجي بس دعم عربي راس. لا حبايب قلبي انا اقول لك شو تسوي. هذا الدعم العربي، هذا الدعم يعني دعم لتراسلت على حسابك عربي. انت اذا حسابك امريكي مثلا على سوق بني امريكي ورمت على كلاش، راح تحول على الدعم الامريكي. يعني الكود باللغة الانجليزية راح احط لكم اياها بالوصف عادي، يصير هم كله نفس الشيء انجليزي عربي. بس اذا انت من الدعم العربي لازم تخلي لك الكود العربي. اوكي حبايب قلبي. هسه تدزلهم الدعم العربي، هو الدعم اللي تراسله يقولوا لك راح ياخذون حسابك ويفعلوه يعني للشركة. هاي عرفت معلوماتها، راسلت الشركة وقالت لي هيك، قالت لي الحساب اللي يبلغون عليه مثلا يحطون الهاشتاج مال القرية مثلا بكلاش اوف كلاس، انا كنت اطير قريات، قالوا لي هيك يروحون يوديه للشركة الاصلية، الفرع الاصلي مال الشركة. ها وراح يبند يعني تبند القرى. هاي الشغلة نفس الشيء راح يحطوا لك بحد الصناديق. يعني انت خلي على بالك بالفضة يطلع لك اسطوري، يعني اكو واحد عرفت له سبارك طالع له بالفضة، والتاج هم طالع له سبارك او ماينر ما ادري حسب الساحة مالته. اذا انت مثلا بالساحة 7 تطلع لك احتمال تطلع لك الأميرة، وإذا ما طلعت لك الأميرة تطلع لك البطاقات الورا قبل ساحتك يعني الأصلية. مثلا للساحة 4 يطلع لك تنين شرير يعني الانفيرنو، التنين انفيرنو دراجون. إذا أنت مثلا احتمال يطلع لك مثل ما يطلع لي هسه، مفروض أنا هسه بالساحة الثامنة وطلع لي الآيس وزرد اللي هي بالساحة الخامسة، يطلع لك البطاقات الورا ساعتك الأصلية. وهذا أكبر دليل، لو عندي سكرين شوت حبايب قلبي والله أخذ لكم الصورة وطلع لي بصندوق المجاني. طبعا حبايب قلبي راح أحط لكم الكود بالوصف، الكود اللي ما راح أشرح عليه إنه شارح قبل، الكود العربي والكود الأجنبي اللي عنده بطاقة الأسطورية والما عنده بطاقة أسطورية. لازم تحقق ذن الشروط. راح يصير الفيديو طويل على مود اقول لكم لازم تحقق ذن الشروط، ان ساحتك فوق الستة او فوق 6، لفلك 7 او فوق 7. يلا تحقق يعني تقدم الكود. اذا قدمت الكود ما راح يطلع قد يعني وانت محقق واحد يعني 2 هذين الشرطين الاساسيات، ما راح يطلع لك اي بطاقة اسطورية اذا قدمت الكود. احتمال انت وحظك طلع، بس انا ما حسب علمي
ونجربه اني. بس انا ما ادري ليش المتابعين عندهم حظ اكثر من عندي. قال انا قدمته 3 مرات طلع لي بيوم واحد، اني ليش بيومين يطلع لي؟ والله مع العلم انا مسوي الاكواد، والله ما ادري. لا تنسى الاشتراك بالقناة والدعم ونشر الفيديو على مود الناس تستفاد من هاي الطريقة. قبل لا تنسى، لان هاي الطريقة امانة عليكم، يعني اصدقائكم هذا تخليه يشوفون الفيديو او تتعلمون بالطريقة على مود يستفادون المادة بطاقة اسطورية، وان شاء الله راح تطلع لك بطاقة اسطورية. اخوكم حمزة العراقي.